أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين يترافق عادة مع زيادة خطر الموت القلبي المفاجئ عند الرجال والنساء، ويحدث الموت المفاجئ للقلب عندما تتوقف النبضات بشكل غير متوقع، ويتسبب هذا في وفاة نحو 350 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة. الباحثون في جامعة بورتلاند أوريغون الأمريكية فحصوا بيانات أشخاص في مجموعتين، الأولى ممن توفوا بسبب الموت القلبي المفاجئ، والثانية من المصابين بمرض الشريان التاجي. أشارت فحوصات البلازما التي أجريت وقت الوفاة أو أثناء زيارة الطبيب إلى أن الأشخاص من كلتا المجموعتين كان لديهم مستويات أستروجين عالية مقارنة مع مستويات التستوستيرون التي كانت أقل عند الرجال والنساء الذين عانوا من توقف القلب المفاجئ. لم يعرف الباحثون بعد سبب ارتفاع نسبة هذا الهرمون عند توقف القلب، لكنهم يسعون إلى فك لغز تلك العلاقة بينه وبين توقف نبضات القلب أو مرض الشريان التاجي كي يجدوا الحلول المناسبة لتفادي مثل هذه الأمراض. وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور جيلبير بورجيلي، استشاري طب مكافحة الشيخوخة والهرمونات. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور، بداية قبل أن نتوسع في هذه الدراسة دعنا نبدأ بتعريف الاستروجين. ما هو هرمون الاستروجين؟ نعم، هرمون الاستروجين هو هرمون بينفرز من المبايض عند النساء، وبينفرز كمان من الغدد الكظرية عند الرجال. هذا الهرمون موجود بجسم الرجل وبجسم المرأة، ودوره كتير مهم بأشياء كثيرة، بأعضاء كثيرة بالجسم، من البشرة، من الشعر، من شرايين القلب، من الأعضاء الداخلية مثل الكبد، الكلى، من حرق الشحوم، من العلاقة كمان بحرق الشحوم وزيادة العضل بالجسم، العلاقة بالذاكرة، العلاقة بكل أعضاء الجسم. معقول هذا الهرمون يأثر عليه، يعني كل وظيفة بالجسم. الأستروجين عنده 400 وظيفة بجسم الإنسان، 400 وظيفة بتتراوح بين مثلا عند المرأة الدورة الشهرية، مثل الدورة الشهرية، انتظام الدورة الشهرية مشان الدورة الشهرية تكون على الوقت على طول، ما يكون في كمان مشاكل بالذاكرة، بالشعر، حتى بالبشرة ونضارة البشرة. طب ماذا يحدث عندما يزيد هذا الهرمون عن حده؟ اللي بيصير اوقات لما يزيد هذا الهرمون عن المعدل، كل شيء بجسم الانسان لازم يكون في توازن. لما يزيد هذا الهرمون بيصير في مضاعفات جانبية. اهم شيء المضاعفات هي على الشرايين. يعني هيدي الشرايين هيدي لما يرتفع هرمون الاستروجين بيصير في اوقات مثل التصاقات وتضيق بهيدي الشرايين نتيجه هذا الهرمون، لانه في هرمون ثاني بالجسم هو بروجسترون يلي بيعكس هذا هرمون الاستروجين. اذا ارتفع الاستروجين على حساب البروجسترون ساعتها بده يصير في خلل بالجسم، وهذا الارتفاع الاستروجين كمان له علاقه بزياده الوزن، لانه الشحم الزايد بالجسم هو كمان بيفرز هالماء. صحيح. طيب دكتور، قلت بانه ايضا موجود لدى الرجال، لربما هذه معلومه لا يعرفها الكثيرين، حدثنا عنها اكثر. وهل يعني هذا يقودنا الى سؤال اخر، هل التستوستيرون ايضا موجود لدى النساء؟ نعم، الاستروجين موجود عند الرجال واكيد بنسبه اقل من عند النساء، وهو كمان له علاقه كمان لما شخص يكون عنده زياده الوزن. مثلا عند الرجال الشحم الزايد كمان عم يفرز هيدا ماده الاستروجين يلي بتعمل مثلا تضخم بالبروستات. تضخم البروستات هلا عند الرجال له علاقه بهرمون الاستروجين. وحضرتك مثل ما قلت هرمون التستوستيرون كمان موجود عند النساء، وكمان عنده وظيفة عند النساء كمان بالنسبة للعظم، لهشاشة العظم، لحرق الدهون. بقى الهرمون التستوستيرون موجود عند الرجال وعند النساء، بس أهم شيء النسب ما تكون لا قليلة ولا مرتفعة، لازم يكون النسبة بالمعدل الطبيعي لحتى ما يصير في مشاكل. ممتاز. وهنا ما هي العلاقة تحديدا بين الاستروجين وتوقف القلب المفاجئ؟ هلا الدراسه يلي انعملت لما عم بيقولوا انه ارتفاع الاستروجين بتاثر على توقف القلب المفاجئ، هيدي الدراسه صراحه الاستروجين ارتفع عند هيدي النساء نتيجه زياده الوزن. الاستروجين لانه المراه ما بيكون عندها مشاكل بالقلب لما يكون عمرها 20 سنه والاستروجين عندها طبيعي 100%. بصير مشاكل القلب مع العمر بالعاده مع تدني الاستروجين، بس بهذه الدراسه لقوا انه ارتفاع الاستروجين له علاقه بالقلب، لانه هول المرضى يلي كان عندهم ارتفاع بالاستروجين صار عندهم ارتفاع بالاستروجين نتيجه زياده الوزن. زياده الوزن هي اللي بتفرز هرمون الاستروجين. طيب دكتور، كيف يتم فحص هذا الهرمون؟ الفحص كثير سهل، هو فحص كناية عن عينة دم بتتاخذ، فحص دم، وبيتحدد نسبة الاستروجين، واهم شيء نشوف الهرمونات المتبقية لحتى نقدر نفحص كل هيدي الهرمونات ونشوف كيف اذا يعني في هرمون اعلى من هرمون بالدم.
هل من الممكن أن يكون الخلل بهذا الهرمون له أسباب أخرى غير ارتفاع الوزن مثلا؟ هل قد يكون له سبب وراثي أو خلفية بيئية معينة تختلف دكتور؟ 100% أوقات في ارتفاع هرمون الاستروجين حتى له علاقة بالأكل، له علاقة مثلا بمأكولات معينة. مثلا في كتير أشخاص مثلا بيصيروا مثلا يشربوا حليب الصويا مشان تعويض الاستروجين بالدم. إذا هالأشخاص عندهم مثلا نقص بالبروجستيرون وبلشوا يشربوا صويا بشكل مفرط، هذا عم يرفع هرمون الاستروجين، لأنه الصويا هو مشتقات الاستروجين. بقى على طول لازم لما بدنا ندخل أي هرمون على الجسم يكون نحن عم نعمل فحص ويكون تحت استشارة طبية. حتى الأعشاب الطبيعية أوقات اللي بترفع الاستروجين بتأثر، يعني بصير في خلل بين الاستروجين والبروجستيرون. وفي أسباب تانية لارتفاع الاستروجين غير زيادة الوزن، غير الأكل. هو كمان الضغط النفسي بيوطي هرمون البروجستيرون بالنهاية. حتى إذا ما رفع هرمون الاستروجين بصير بالنسبة لهرمون البروجستيرون الفرق كبير، الفرق بيصير كبير. هو له علاقة بالفرق بنسبة الهرمون الاستروجين للبروجستيرون. طب دكتور، ما هي الأعراض التي ربما قد تدقنا قوس الخطر ويجب للشخص أن ينتبه إليها ويذهب إلى الطبيب؟ نعم، هلا اهم شيء مثلا عند النساء اذا عدم انتظام الدوره الشهريه او الغزاره بالدوره الشهريه او الم زايد اثناء الدوره، هيدي بتعطي مؤشر ان هرمون الاستروجين مرتفع. كثير اوقات في نساء مثلا اوقات بتكون الدوره عنده مش مزبوطه او عم تتاخر او شيء، بيفكروا انه شيء طبيعي. لا، منه طبيعي، لازم نعالج الهرمونات لانه بيكون عاده في مشكله بالهرمون.